السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. على بالي طولت عليكم الغيبه. درك سامحوني والله عندي ظروف ما قدرتش نرجع مع الخدمه ومنا. اي بصحي اليوم قلت لازم نطلع عليكم في الايام المباركه هذه. درك قبل ما نبداو ما تنساوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جيت نوصي نفسي وإياكم بفضل هذه الأيام المباركة لبين يدينا الكنز اللي ما لازمش نضيعوه، اللي لازم نفطنوا بلي وش كاين بين يدينا بلي حاجة عظيمة جدا. ربي سبحانه أقسم في القرآن الكريم بهذه الأيام فقال والفجر وليال عشر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. باش تعرفوا باللي التسع ايام هذه اللي قبل عيد الاضحى من اهم الايام باش تتوبي لربي سبحانه وتدعي ربي واش تتمناي، فهي ايام اجابة الدعاء. يعني ربي مش راح يرجع لك الدعاء تاعك. عنا ليلة القدر، ليلة القدر كانت يعني مجهولة، يعني كانت العشرة الاواخر من رمضان. كنا يعني عندك يوم ما عمبلكش وانا اللي طيح فيه ليلة القدر. خلاها ربي يعني مجهولة. بصح ربي سبحانه في العشرة هذم خلانا يوم عرفة معلوم، يعني عندكم ليلة القدر مرة أخرى معلومة. نجيو للسؤال المطروح، كيفاش ما نضيعوش الكنز هذا؟ واللي تقول انا خدامه والله مشغوله بزاف، كيفاش ندير باش ما يروحوش ليامات هذو من بين يديا؟ اروحي نمدلك خطوات بسيطه تبعيهم تخرجي من اليامات هذه مغفوره الذنب ومقبوله العمل باذن الله تعالى. نبداو باول حاجه الذكر، وخصوصا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ديروا ورد ومنه بإذن الله تحافظوا عليه حياتكم كاملة مش غير في الأيام هذه. جيبي المسبحة وابداي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وانتي تخدمي في شغلك في الدار، تسيقي تغسلي الأمان الطيبي، سبحي شغلي لسانك دايما بذكر الله واستشعروا الذكر. سبحان الله وش هي؟ يعني تنزيه الله على كل شيء، تنزهيه من كلش ربي سبحانه. والحمد لله يعني الحمد لله على جميع النعم. وديري في بالك كل ما تشكري ربي يزيدك على النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لا إله إلا الله ينحي كل حاجة تخليك تتعلقي بالدنيا الفانية من غير الله تعالى. اللي عندها ذنب حابة تتخلص منه تداوم على ذكر لا إله إلا الله. ديري ذنب وتعودي ترجعي له، توبي وترجعي له، داومي على لا إله إلا الله. الله أكبر يعني ربي أكبر من كل حاجة في الدنيا هذه، ومش غير في الدنيا هذه، أكبر من همك اللي راكي فيه اللي راكي تشوفي منه صايي مستحيل تزيدي تمنعي. ربي أكبر من كلش، أكبر من كل حاجة انتي ما راكيش قادرة تتحمليها. الأذكار هذه تخلي الإنسان يتفكر دايما باللي ربي معاه ومشي راح يتخلى عليه. ثاني حاجة حاولوا ديروا ختمة للقرآن كل يوم 3 أجزاء. تختميها يعني في التسع أيام هذم كل يوم تقرأي 3 أجزاء، قسميها على نهار كامل. منا إن شاء الله النهار التاسع تكونوا ختمتوا القرآن. نخلي لكم الانستغرام تاعي ادخلوا إن شاء الله تتشجعوا، يعني نشجعوا بعضانا ونختموا القرآن. المهم حاولي حتى ما ختمتيش، المهم حاولي وتكوني قريتي يعني أجزاء يعني معتبرة من القرآن. الدعاء، ثالث حاجة الدعاء حاجة مهمة خلا. جيبي ورقة وستيلو واكتبي واش تتمناي كامل، مش غير الحوايج الكبيرة، اكتبي صغيرة وكبيرة. اشتي أبسط الأمور، صحة، العافية، تنجحي في حياتك، ربي يرزقك وش تتمناي اكتبيهم في ورقة وادعي دايما ربي بيهم. اكتبي كلش متخلي والو في قلبك، اكي بين يدين ربي سبحانه مش راح يبخل عليك بوالو. واللي تخاف انها تنسى حاجة وتكون مثلا مشغولة تدعي بالدعاء الشامل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني هذا دعاء شامل للدنيا وللآخرة.
النقطة الأخرى الصيام. حاولوا أنكم تصوموا 9 أيام هذا، صوموهم. واللي مش قادر معليش صوموا حتى نهار عرفة برك، يتغفر ذنبك تاع العام اللي فات وتاع العام اللي جاي بإذن الرحمن. ولا صومي عرفة سيدي ومعاها نهار معاها زوز، كل واحدة وش تقدر. المهم خلصوا النية لربي سبحانه. ثاني وش تقدروا ديروا صدقة. الصدقة ما تصوروش زماه تفتح عليكم الأبواب. صدقوا ولو بأبسط حاجة، مش لازم تتصدقي بالملايين ولا باش تشوفي روحك انك صدقتي. لا، صدقوا بأبسط الحوايج، ولو توكلي قط تشربي حيوان برا. المهم نيتك تكون لوجه الله تعالى، تسمى نيتك باش تكوني تتقربي من ربي سبحانه، تقربي بها هذيك الحاجة ربي سبحانه. نقطة أخرى صلة الرحم. حاولوا تصلوا الرحم تاعكم يعني في الأيام هذه. تطلوا عليهم تشوفوا كاش ما خاصهم تقدروا تعاونوهم عاونوهم. اللي ما يقدرش حتى بالتليفون، اللي بعاد عليكم حتى بالتليفون، هزي التليفون ابداي انتي لي بادري باش انتي لي تدي الحسنات. واذا كاين مشاكل بيناتكم تفكريهم حتى بالدعاء برك، ما قدرتيش تعيطي ومنا تفكري بالدعاء. ادعي لهم وقول ادعي ربي انه يلم شملكم. يعني هذا وش تقدري، يعني ابسط حاجة انك تدعي لهم. النقطة الاخرى قيام الليل، ولو ركعتين قبل الفجر. واللي ما تقدرش تنوض قبل الفجر صليه بعد العشاء. يعني قيام الليل راهو يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. دونك صلي حتى قبل بعد العشاء عفوا، صلي حتى ركعتين وارقدي. نقطة أخرى، عاونوا الناس بالحاجة اللي تقدروا عليها. يجي واحد يطلبك في نصيحة في حاجة، عاونوا الناس، أحسنوا للناس ولو بالكلمة الطيبة. ما بليش أنا مديله كلمة طيبة هكا. وأهم نقطة إعلان التوبة لربي سبحانه. ابدأوا من اليوم هذا انوي التوبة لربي، عهدي ربي سبحانه انك تتوبي على ذنب معين، ذنب قاهرك، ذنب تحسيه انه واقف لك بينك وبين اجابة الدعاء تاعك. ادعي ربي وعهدي ربي، قولوا يا ربي ان شاء الله بديت من اليوم اني نتوب على الذنب هذا، يا ربي عاوني وثبتني. وربي يغفر لنا ان شاء الله ويثبتنا على دينه وطاعته يا رب العالمين. درك كما قلت لكم حبيت نطلع عليكم فيديو هكا خفيف برك نفكر كما قلت لكم نفسي واياكم، مش غير يعني جايه نفكركم انتم مما ناني نفكر في روحي. حاولوا ما تضيعوش الايام هذه المباركه، راهو كنز كما قلت لكم بين يديكم. درك علي خليوا لي تعليقاتكم المشجعة كيما مالفين، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اتهلاو لي في رواحكم وما تنسونيش من دعائكم. في امان الله.